بكم في قناة أنا وأختي. طبعا نوريكم طريقة تحضير البوريك بالدجاج. إذا لهذه الوصفة نحتاج إلى صدر دجاج يكون ديجا طيبته في 2 كيسان ماء وعود قرفة وشوية ملح وشوية حار، ما تكثرش بزاف غير باش تروح لنا هذيك ريحة الدجاج. نحتاج إلى 3 حبات بيض مسلوق ومرابي كما راكم تشوفوا هنا راه نتاع خليت لكم نص حبه غير باش تشوفوا بلي بيض مسلوق. نحتاج الى لا كريم فريش قشده طريه. نحتاج الى حبه بصله كبيره مرابيه. نحتاج الى حوالي 4 فصوص الى 5 فصوص ثوم مقطع قطع صغيره او مرابي. نحتاج توابل ملح وكمون وفلفل اسود وقرفه مطحونه. ونحتاج الى معلوس. اذا الخطوه الاولى راح نقوم بها راح نفتو هذا الدجاج كاع حتى ما يبقالناش ونقلعوا منها العظامه ونوريكم كيفاش نحضروه. اذا خلاص راني دشيت كامل هذاك الدجاج نتاعي كما راكم تشوفوا ندشاه كاع. دوك راح نطيبوه في المقله مع هذاك البصل والثوم تاعنا. اذا هاي حطيت اولا البصل راح نزيد اللحم تاعنا ونحرك مليح. ثم نديروه هو الاول. كاين بعض الاخوات يديروا الثوم هو الاول. الثوم هو ماده دقيقه بزاف ينحرق بالخف لانه يطيب بالخف. والدجاج هنا راح يشد لنا شويه طيب. نحتاج الى 10 دقائق ولا 8 دقائق باش يكون طاب. اذا حتى تعرق لنا شويه البصله وتطلق هذاك الماء تاعها عاد نضيفو الثوم. نضيفو الثوم تاعنا والتوابل. نستمر في التحريك حتى يطيب لنا هذاك الدجاج نتاعنا. اذا دوك راح نضيفو القشده الطريه نتاعنا لا كريم فريش. راح نضيفو نقعدو نخلطو حتى نحصلو على عجينه. خاطرش عجينه تكون طريه ما تنسوش غادي نزيدو البيض. اذا كما راكم تشوفوا نتحصلوا على هذا الخليط الطري. دوك راح نضيفوا البيض نتاعنا الخليط الاول نحركو مليح حتى نتحصلوا على عجنه. اذا درك راح نضيف المعلوس نتاعنا نخلي الخليط يبرد على جنب. راح نوجدوا الوراق تاع الديول نتاعنا. اذا حبيت نقول لك واحد النصيحه هاد لاغوسيس ما راحش تمشي لك اذا ما استعملتيش الكريم فريش ما راحش تكون ناجحه لانه هنا عندنا البيض المسلوق يكون كرابو ديجا راح يكون ناشف وصدر الدجاج راكم عارفين بلي كذلك ناشف. الا ما درتوش القشده الطريه ما راحش تنجح لكم الوصفه. نطوي الورقه على اليمين الدجاجه نحلها بهذا الشكل لان هنا راح نستعمل شكل مثلثات اللي بها قطعتها بهذا الشكل. اذا ها هما الاوراق تاع الديول تاعي راني قطعتهم. دائما كي تقطعيهم ما تكونش تستعمليهم على بعد مده قصيره. لازم دائما تغطيهم بالسيليكون ولا حتى بهذاك الورق نتاعهم اللي تلقيه بين الحبه تاع الديول وقتها لان الديول راح ييبس. اذا شم غير شويه حتى هو راح ييبس لك. اذا راح نبداو نوريكم كيفاش نديروه. دائما الخليط نحطوه هنا في القنت تاع الورقه. هذا القنت اذا استعملتوا الحبه تاع الجوانب ديروهم هنا. انا دائما نبغي نستعمله بهذا الشكل تاع المثلث ونقطع كيما هكا باش ما نلقاش هذيك الزوائد تاع الديول ما نقيسوهاش. ماش نسحق السكين باش نقطع بخطوي تخرج الحبه نيشان بلا ما تقطعي الزوائد. راح نديرو حبه تكون طويله يعني البوريك تاع السيجار. نبدلوها منا من الجوانب
باش ما تنحرمناش. نبداو بسم الله نلفوها حتى الاخير كما راكم تشوفوا، تجي مبلعه من الجوانب منا ومنا باش ما تنحرش. اذا راح نكمل الحبات نتاعي ونوري لكم فيما بعد. اذا خلاص ها هو كملت كاع الحبات نتاعي. دوك راح نقوم بقليها بعد ما نكون سخنت الزيت في المقلاه. اذا دوك راح نقلبوا الحبات نتاعنا بعد ما يكونوا اخذوا اللون الذهبي نتاعهم. نحمرهم مليح بعديها نخرجوهم للدار ونحطوهم فوق ورق للنشا. اذا خلاص راني طيبت كاع البوريك تاعي وهنا وريتها لكم كي صح التقديم. معليا غنبقى نقول لكم ان شاء الله جربوا هذه الوصفه، انها وصفه لذيذه جدا وراح يجي طري بزاف. ما تنسوش ديروا لنا جيم وابوني باش يوصلكم كل جديد من القناه نتاعنا. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.